ندخل بعديها على الست سارة فرح وكما تدين تدان. الحقيقة هي أكتر واحدة عملت بوليكة كبيرة قوي على المتسابق المصري في المسابقة الشهيرة ستار أكاديمي. قالت عليه إن هو شاذ جنسيا، وقالت عليه بتاع ولاد، ومسكت قعدت تعمل حاجات كتير كده. زي ما تقولوا هي عاملة مشاكل مع كل الناس الحقيقة، يعني مش عايز أقول عليه عشان مصري بس كده، لا الموضوع كبر. إن هي كمان اتعمل لها جروبات ونزل ليها صور مع أميمة. هي أميمة معاها في نفس المسابقة التونسية، حطوا لها صورة وهي بتبوسها من بقها. ايه حقيقة الموضوع يبقى كده ولا كله بيتلكك لكله؟ بس اعتقد ان هي لفت عليها نفس الحكاية. ده الاتجاه التاني. ساعات في بنات كده بتدلع دلع ماسخ، فبتموت في صاحبتها قوي بقى، تقوم جايه بيسها من بقها، بتعمل طعمة يعني، بتبقى كده فاهمين؟ فممكن دي تتمسك عليها. بس عموما هي اللي كانت بدأت موضوع زي ده في وقت من الأوقات، والتربص نزل جروبات كتير قوي كارهي سارة فرح على المواقع، وعايز أقول إن كاتبين ألفاظ صعبة جدا، يعني واصفينها بحاجات كتير قوي على الفيسبوك، مواقع ضدها بشكل يعني انتوا بتقروا بنفسكم اللي مكتوب، عشان في مواضيع ألفاظ تقيلة تم انتقادها بيها.